السلام عليكم بنات، ان شاء الله تكونوا كاع بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو بأتم الصحة والعافية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رمضان كريم، كل عام وانتم بخير. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام ان شاء الله. فيديو تاع اليوم جبت لكم تحلية الطبقات بذوق الشوكولا والكراميل، تجي بزاف بنينة اقتصادية. ننصحكم انكم تجربوها في هذا رمضان لانه فعلا تستحق التجربة. كما راكم تشوفوا الصوره تجي خفيفه بزاف وتجي اقتصاديه، مكونات تقريبا متواجده في كل بيت. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، وإلا جربتوها وعجبتكم ما تنسوش تخلوا لي لايك وتعليق يخص الفيديو، وبارطاجيو هذا الفيديو مع احبابكم مع اصحابكم باش تعم الفائده. نبداو طريقه التحضير مع المقادير. هنايا في كسرونه خديت لتر تاع حليب. الحليب يكون بارد. نضيف على هذا الحليب 3 ملاعق كبار تاع مايزينا او نشاء ذرة. نضيف ملعقة كبيرة تاع فرينة او الدقيق الابيض، ونخلطو مليح الحليب مع المايزينا والفرينة. نخلطو كل شيء بارد في بارد كما راكم تشوفوا في الصورة. هنا من بعد ما نخلطوا الفرينة والمايزينا مع الحليب نضيفوا السكر. هنا عندي 5 معالق كبار، ما يعادل نصف كأس تاع 200 وعشرين مليلتر. بالملعقة تجيكم 5 ملاعق كبار، واللي يبغي الحلاوة يضيف ملعقة يجيكم 6 معالق كبار. انا ما بغيتش الحلاوة بزاف، على بها درت غير 5 معالق. نحرك هذاك السكر مع المكونات الاخرى. هنايا عندي فلون تاع شوكولا بذوق الشوكولا، ندير 3 ملاعق كبار نتاع الفلون. تقدروا ديروا ذوق الكراميل لانه هاد التحليه مزيج بين ذوق الكراميل وذوق الشوكولا. نخلط مليح هذاك الفلون مع المكونات الاخرى. كما قلت لكم كل شيء بارد في بارد. وهنا نضيفوا ملعقه كبيره مملوءه تاع كاكاو. من الاحسن يكون كاكاو جوده مليحه باش يعطيكم الذوق مليح، ويكون اللون تاعه فونسي باش يعطيكم حتى اللون. هنا نخلطو حتى ندخلو هذاك الكاكاو مع الحليب باستعمال الفوي او الطراب اليدوي. هنا حطيتها فوق النار مع التحريك المستمر، يعني ما نقلعوش يدينا من التحريك. نحركو باش ما تتكتلناش هذيك الفرينه والمايزينا مع الحليب، يعني نحركو حتى نشوفوها ثقالت. نقصوا النار ونخليوها جانبا. هنايا في بول حطيت كاس تاع الحليب، وضفت عليه كيس تاع قهوة سريعة الذوبان، وهنايا ضفت عليه ذوق كراميل، وحركت كامل مع بعض. يعني هذا الخليط يعطيكم ذوق شباب البسكويت اللي غادي نخدموا بها التحليه. هنا جبت مول تاع اللي يدخل للفرن او اي مول يكون عندكم. انا استعملت هذا المول تاع الفرن، نتوما تقدروا ديروا اي مول. هاد التحليه ما غاديش ندخلوها للفرن، غادي نخلوها غير في الثلاجه. مي انا استعملت هذا المول. نتوما تقدروا ديروا المول صغير كبير، اي مول يكون متواجد عندكم. وهنا نبدا نفخ في البسكوي نتاعي بهذه الطريقه يعني ونستفاه بهذه الطريقه. هنايا من بعد ما وجدت لي هذيك، وهنايا نكبوا الخليط وهو ساخن على البسكويت. كما تعرفوا الا خليناه يبرد غادي يجمد معكم. المهم هنا خص تكونوا خفاف، يعني تخدموا بالخف. هذيك طبقه اولى، ودروك غادي ندير الطبقه الثانيه بنفس الطريقه اللي خدمت بها في الاول. هنايا غادي نسدف هذاك البسكويت بهذه الطريقه اللي خدمت بها في الاول.
من الاحسن تعكسوا البسكويت باش كي تجيو تقطعوه تجيكم التحليه يعني ما تفتت لكمش. هنايا البسكويت ديروه بطريقه عكسيه، وكما قلت لكم احسن تكونوا خفاف باش ما تبرد لكمش هذيك هذا الخليط ويتجمد معاكم. كما راكم تشوفوا في الصوره بدا يتجمد، من الاحسن تكونوا خفاف. هذه الطبقه الثانيه، ونبدا نخدم في الطبقه الثالثه بنفس الطريقه اللي خدمت بها الطبقات الاخرى. هنا كما قلت لكم عكسوا البسكويت باش كي تقسموا التحليه تعطيكم منظر شباب. هذه الطبقه الاخيره، يعني هنايا بدات هذيك داك الخليط يتجمد على بها ما يعطيكم هاد يعني القوام. المهم نسووا الوجه نتاع هاد التحليه وندخلوها للثلاجه مده ساعه او ساعتين. واذا كنتوا يعني مستعجلين فيها دخلوها للمجمد مده نصف ساعه. هنا في كسرونه خديت 100 غرام شوكولاته، اي شوكولا تكون عندكم، الاحسن تكون شوكولا نوار. انا هنا استعملت شوكولا بالحليب، ضفت عليها ربع كاس تاع حليب او كاس تاع اتاي تاع الحليب وذوبتها على نار هاديه، وضفت عليها الذوق تاع كراميل باش تعطينا داك الذوق. وهنايا نوزع الخليط تاع الشوكولا فوق التحليه بهذه الطريقه، نحاول نديروه بالتساوي، نحركوا المول بهذه الطريقه باش هذيك الشوكولا توصل لكامل الاطراف. انا هنايا غادي ندخل هذا المول للكونجيلاتور باش يعني نكمل معكم التصوير. نتوما خلوه غير في الثلاجه من تحت، ومن الاحسن تخلوه من 4 سوايع فما فوق باش يعطيكم نتيجه احسن. هذه هي التحليه تاعنا من بعد ما جبتها من الكونجيلاتور، يعني تحليه رائعه تستحق منكم انكم تجربوها، سورتو في سهرة رمضان او الا جا عندكم ضياف، يعني تستحق التجربه، غادي تعجبكم متاكده، لانه اقتصاديه. اهم حاجه بنينه بزاف بزاف، يجي معمره بالشوكولا وما تامنوش باللي يعني درتو فيها 100 غرام شوكولا، تحسبوا بلي درتوها خدمتوها كاع بالشوكولا. المهم هنا قسمت لكم مورسو باش تشوفوها من الداخل كيفاش تجي. كما قلت لكم احسن تخلوها تبات او على الاقل 4 سوايع في الثلاجه باش تعطيكم النتيجه المطلوبه. انا كنت هنايا مقلقه باش نكمل التصوير، راني قسمتها. المهم تجي خفيفه وتجي بنينه، وان شاء الله تجربوها، وغادي متاكده باللي غادي تعجبكم كيما عجبتني وعجبت ولادي. كما راكم تشوفوا في المول يعني نص سهرة كلاوها بصحتها. المهم هنايا هذه هي النتيجه تاع التحليه تاع نهار اليوم. الى عجبتكم ما تنسوش تدعموا القناه باللايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم ديما الجديد، وبارطاجيو هذا الفيديو مع احبابكم مع اصحابكم باش تعم الفائده. والى اللقاء في فيديو اخر. صحه فطوركم، صحه رمضانكم، مع السلامه.